السلام عليكم اخوانا واخواتي الكرام في درس جديد على قناة مدونة عرب برو. في هذا الدرس ان شاء الله تعالى سوف اشرح لكم طريقة تصغير وتكبير حجم الصورة على الفوتوشوب. الطريقة سهلة وبسيطة، تابعوا مع الشرح. اول حاجة هنعملها هنجيب الخلفية اللي هنحط عليها الصور، نضغط على فايل، بعد كده نضغط على اوبن، نجيلنا مثلا الصورة دي بالشكل ده. بعد كده بقى نجيب الصور اللي احنا عاوزين نحطها عليها، هنضغط فايل مرة تانية، بعد كده اوبن، هنجيب مثلا الصورة دي. دلوقتي عاوزين نشيل الصورة بس من غير الخلفية البيضة اللي وراها ديت عشان نحطها هنا. طريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة هنعملها هنختار السهم، بعد كده هنضغط هنا كليكتين شمال، هتظهر لنا الرسالة ديت، هنضغط اوكي عشان القفل يشال. بعد كده هنختار الأداة دي اللي هي موجودة تحت ماجيك، وهنضغط على اي مكان فاضي هيحدد لنا على الصورة بس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنضغط على ديليت في لوحة المفاتيح، هتجيلنا بالشكل ده. الخلفية هتبقى عبارة عن مربعات زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنختار الأداة ديت تاني مرة تانية، وهنسحب الصورة معانا، هتتسحب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هنسحبها وهنروح للخلفية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. بعد كده عاوزين نصغر حجم الصورة عشان تبقى شكلها حلو، هنروح للوحة المفاتيح وهنضغط على كنترول وحرف التي، هيتحدد لنا بالشكل ده. الصورة هتتحدد بالشكل ده، نقدر نصغرها من هنا زي ما انتوا شايفين كده، ونجيبها يمين وشمال، نقدر نتحكم في الصورة زي ما احنا عاوزين. بعد كده نضغط هنا هيجيلنا الرسالة ديت، نضغط هنا وبكده يكون الصورة اتحطت. نقدر نتحكم فيها، عاوزين نجيبها يمين شمال في اي مكان عاوزين نوديها فيه هنوديها. هنيجي دلوقتي عاوزين نجيب مثلا صورة كمان وراها قدامها جنبها كده، هنيجي على فايل وهنضغط على اوبن، هنجيب مثلا الصورة دي نفس الكلام، هنضغط هنا ضغطتين شمال كليكتين شمال، هيجيلنا الرسالة ديت عشان نشيل القفل اللي عليها، نضغط على اوكي. بعد كده هنجيب الأداة دي وهنضغط في اي مكان فاضي هيظهر لنا بالشكل ده، نضغط على ديليت وهنيجي تحت هنا، دي طبعا من ضمن الخلفية، نضغط برضو على ديليت وهنيجي نختار السهم اللي فوق اللي هو أداة التحريك التحكم بالصورة. بعد كده هنسحب الصورة ونروح للخلفية بتاعتنا ونحطها بالشكل ده. عاوزين نكبرها برضو كنترول وحرف التي، نقدر نكبرها زي ما احنا عاوزين بالشكل ده. عاوزين نحطها جنبها، ممكن نحطهم الاتنين ورا بعض. بعد كده نضغط هنا زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزين نتحكم في اللي ورا طبعا بيبقى موجود هنا، نعلم على دي
كده اللي ورايا اللي هتتحرك معانا، وده على اللي فوق. أتمنى أكون وصلت المعلومة صح، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد وتفعيل زر الجرس لكي تتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا أول بأول. وفي درس قادم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.